فنعطي الكلمة للسيد جمال عبد الناصر. رائد العروبة ورئيس الجمهورية العربية المتحدة. أيها الإخوة، في هذا اليوم العظيم نحمد الله من كل قلوبنا الذي مكننا من أن نرى هذا اليوم وقد تحررت تونس كلية من الاستعمار الأجنبي. وإن هذا الاحتفال الذي شهدناه معكم اليوم والفرحة تملأ قلوبنا والغبطة تسري في أرواحنا، هذا الاحتفال سبقته أيام عصيبة، أيام الكفاح، أيام النضال، الأيام التي دفعتم فيها الأرواح ودفعتم فيها الدماء، الأيام التي ناضلتم من أجل التخلص من الاستعمار واستعادة أرضكم لكم. فقادكم في هذا الأخ الحبيب وقيدة، فنصركم الله وعادت تونس كلية إلى أبنائها بأرضها وبسمائها. وأنا اليوم حينما كنت أمر بينكم بين هذه الحشود التي تحتفل بالجلاء الكامل عن أرض الوطن، كنت أذكر أيام كفاحكم، وكنت أذكر كيف كان الشعب في مصر يتتبع هذا الكفاح ويشعر بمشاعركم ويحس بإحساسكم، لأننا كنا نعتبر دائما أن الحرية في أي جزء من الوطن العربي إنما هي تدعيم للحرية في كل أنحاء الوطن العربي. وإنكم أيها الإخوة حينما حققتم الحرية هنا في تونس وكافحتم، إنكم بهذا زدتم العرب قوة على قوة. وكل كفاح وكل نصر في أي بقعة من أرجاء الأمة العربية، كل نصر إنما هو نصر للأمة العربية كلها. لقد فرقنا الاستعمار سنين طويلة، وأعاد الله ما فرقه الاستعمار، وعدنا كلنا في الأمة العربية يدا بيد وروحا بروح وقلبا بقلب. وعلينا أيها الإخوة أن نعزز هذا النصر ونحافظ على هذا النصر، لأن النصر في أي بلد عربي إنما هو نصر للعرب جميعا في كل أنحاء الأمة العربية. ولأن الاستعمار الذي أراد أن يفتت الأمة العربية ويقيم بينها الحدود لتمنع أهلها من أن يختلطوا ويتصلوا لم يتمكن أبدا، لأن إرادة الشعوب من إرادة الله، وإرادة الشعوب كانت دائما تصمم على أن تلتقي الأمة العربية وعلى أن تحمي القومية العربية. فالتقت الأمة العربية
صحت القومية العربية وارتفعت رايتها في جميع أنحاء الأمة العربية. واليوم وأنا أسمعكم أيها الإخوة تنادون فلسطين فلسطين، كنت أشعر أنني بنفس الشعور الذي لمسته في كل زيارة لي في أنحاء العالم العربي. فلسطين أيها الإخوة، فلسطين تستدعي منا أن نقوي أنفسنا، وفلسطين تستدعي منا أن ندافع عن قوميتنا العربية، وفلسطين تستدعي منا أن نقضي على الآثار التي أقامها الاستعمار ليفرق بيننا ويقسمنا إلى شعوبا متفرقة. فلسطين تستدعي الدفاع عن القومية العربية وتستدعي الوحدة العربية، وليست الوحدة العربية بأي حال من الأحوال إلا أن تكون الإرادة للشعب العربي الذي فرقه الاستعمار والذي فرقه الغاصب، وبهذا تكون الإرادة هي الإرادة القوية، هي الإرادة الحرة، هي الإرادة العزيزة. وإني أقول لكم إني أشعر أن الوحدة العربية قائمة حقا بين الشعوب العربية، فحينما كنتم هنا تتعرضون لرصاص الاستعمار كاد إخوتكم في مصر وفي كل بلد عربي يهبون وهم يشعرون أن هذا الرصاص قد صوب إلى قلوبهم وقد صوب إلى أجسامهم. هذه هي الوحدة العربية. وحينما جابهنا العدوان في سنة 56 على مصر، العدوان البريطاني الفرنسي الإسرائيلي، شعرنا من رد فعلكم هنا أن الوحدة العربية قائمة فعلا. وكان هذا أيها الإخوة هو سبيل الشعب العربي على مر العصور وعلى مر الأيام. ندعو الله أن يعزز هذا الاستقلال بكم وبقوتكم، ندعو الله أن يعزز هذه الحرية بكم وبإيمانكم، ندعو الله أن يحمي هذا الشعب العربي ويهبه العزة ويهبه الكرامة. وندعو الله أن يسير الأخ الحبيب بورقيبة بقيادة هذا الشعب كما صار في كفاحه وكما صار في نضاله، فحققتم الحرية وحققتم الاستقلال. وتحية إليكم من أشقائكم في مصر من الجمهورية العربية المتحدة. السلام عليكم.